شوف فيه قانون يقول واحد باش يمشي الى منصب اداري لازم تكون مسابقه. هذه العداله. هذو متعاقدين قال ولدي احنا بعد ما احتجوا كانت فيه اراده قويه من طرف الحكومه، وقالوا عندنا مشاكل تاع المال بالنسبه للتسيير، قال نعطيهم امتياز افضليه يروحوا يديروا المسابقه، وعندهم افضليه كثير منهم راح ينجحوا، ولا كان باش تجي تسيس الوضع مش مليح. عندهم امكانيات باش يفوزوا، واكثر من هذا ما فازش راهو قاعد كونتراكتوال، ما راهش يوضر، ما يوضر حتى حاجه. نطلب منهم برك ان شاء الله يسترجعوا امورهم ان شاء الله، لان عندنا اكثر 800,000 مسجله بالنسبه للمسابقه. كيفاش دوك نفوت عدد ضئيل امام 800,000؟ ما يحبها لا ربي لا العبد. عندهم افضليه، عندهم امكانيات قويه باش الاغلبيه منهم يفوزوا، والاخرين راهو قاعد في منصب.